لا تحسبوا أني أخاف الزمان أو أرهب الموت إذا الموت حان. الموت حق، لست أخشى الردى، وإنما أخشى فوات الأوان. سجى الليل ولاح الفجر، وها هي الطبيعة تضرب موعدا جديدا للأحياء مع الحياة، وتضرب لي أنا موعدا مع الموت. إن ليل الطبيعة قد انتهى، وليل حياتي قد بدأ. كتب علي أن أرحل، وإني لراحلة. إن الأمواج تناديني: تعالي تعالي، ففي موتك راحة كل من تحبين. لماذا أتردد؟ هل تأخذني الشفقة على نفسي، أم الخوف من الموت وما وراء الموت؟ وهل يخاف الموت من يموت كل يوم؟ مسكينة هذه العروسة الصغيرة، قد سبقتني إلى الأعماق. ألم أكن مثلها، لعبة في يد القدر؟ إن الذكريات تنساب في خيالي واضحة جلية. كنت في ربيع العمر، وكانت حياتي ربيعا لا ينقضي. فاطمة، كمان وحياتي الدور عليا دلوقتي، تسمحي تنزلي بقى؟ اخسى عليكي كمان شوية، ده انا خلاص كنت هلمس السحاب بايديا. ما تبقيش طماعة، وحياة اللي في بالي وبالك غلبتيني. بس لما تبقي توصلي للسحاب ابقي ابعتيلي جوابات. هبعتهولك باسم الدكتور ممدوح، الطبيب الخاص لقلب الآنسة فاطمة الولهانة. كده طيب. بلا فاطمة فاطمة، أمان فاطمة، أمان مالك؟ أمان، الله، أمان مالك يا حبيبتي؟ الحق عليا أنا. مفيش حاجة، الظاهر إني دخت، خلاص مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ أمال لونك اتخطف كده ليه مرة واحدة؟ لو تبصي في المراية تلاقي لونك انت اللي مخطوف. قد كده بتحبيني؟ يا سلام عليك، ما اعرفش، اسألي قلبك. احنا اكتر من الاخوات، مش كده يا فاطمة؟ طبعا. اذا كنت بتحبيني صحيح ما جيبيش سيرة الدوخة اللي جاتني دي لبابا. ليه يا امان؟ اصله بابا ودكتور في وقت واحد، وانت عارفة قد ايه بيحبني. فاكرة لما ايدي انجزعت وعمل لي كونسلت واشعة وما نمش يومين؟ لكن الحكاية دي حصلت لك مرة قبل كده واحنا بنلعب تنس في المدرسة. ده بس عشان ضعيفة. الليلة دي عيد ميلادي وبابا جاي لي من مصر مخصوص، ومش عايزة اي حاجة تزعله. على فكرة بابا مش جاي لوحده. فكرك هيجي معاه؟ دكتور ممدوح طبعا، مش ايده اليمين. حد يجي اسكندرية ويسيب ايده اليمين في مصر؟ قولي لي يا فاطمة، بتحسي بايه لما تشوفيه؟ شوفي يا ستي، قبل ما يهل قلبي بيكون ماشي على مهله تاتا تاتا تاتا. وبعدين اول ما بشوفه بحس ان قلبي نط وركب الديزل المفتخر وعمل تشك 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 تشك. ما حاولتيش توصفي له حالة قلبك دي؟ وصفتها له مرة وقال لك ايه؟ كتب لي روشتة. بتضحكي؟ بكرة يجي دورك واتفرج انا عليكي. ما اظنش، ما افتكرش ان قلبي ناوي يقطع حتى ولا تذكرة ترسه في القشاش. انا هستنى كده لغاية ما ربنا يبعت لي واحد. مين؟ واحد كده زي الدكتور ممدوح. ست امان، في ايه يا زهرة؟ رجلكوا في سناك وطيران على جوه. ليه، في حاجة؟ اخبار مهمة، تلغراف من مصر. تلغراف من مصر؟ إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر. هاتيها، هاتيها. يحنن عليك ونتفق على الحلاوة في الأول. قولي بقى ما تبقيش سخيفة. حلولي بقي أحللكوا ودانكوا. وان طلع الخبر فالص ما تدونيش حاجة. طب اخلصي بقى، عايزة ايه؟ حاجة بسيطة، أنا مش طماعة.
ابدا ابدا. صابر منامور ماي دارلينج جاي مع الدكتور علي، ونفسي يشوفني مره بالكعب العالي. قصدك ايه؟ الجوز البني اللي اشتريتيه السنه اللي فاتت. وهو معقول جزمة امال تخش في رجلك؟ استاهل يا ستي ما تخافيش. خلاص الجوز البني علشانك، خديه. بليز ما اقدرش. ليه؟ ما يمشيش من غير شراب نايلون. ده خليه عليا انا. برضو ما اقدرش. ليه تاني؟ مكسوفه اقول لك على فستان مارون جلاسيه لا تقولي عليا عيني فارغه. من غير ما اقول ما عنديش حاجة تنفعك. ايه؟ طب والفستان الكولاش الكحلي ابو ورد مشات؟ اهو ده مش ممكن يجي على قد. يا ستي ما تخافيش. امري لله، اتفضلي اطلعي خديه. وقبل ما انسى نفسك تسري بقى. تعرفي لو ما قلتيش الخبر هقول بحت الخبر ببلاش، عوضي على الله. ده تلغراف من صابر. اسمعي، زهرتي الفواحه حلوه دي. كملي. علمت من بلدياتنا فراش مدرسه الزمالك اني امال وفاطمه نجحوا في الاستمتاع. صابر على الفرح. عقبال شهرني جواز ان شاء الله، ودي اخدها انا معاها. مسك الله يا اخواتي بقالي سنين. لا صحيح تستاهلي اللي خدتيهم فيهم بوسه كمان. عقبال ما يعدلها لك ان شاء الله في كليه الطب. من بقك لباب السما، وساعتها اطلبي اللي انت عايزاه. بتطلبي مين؟ بطلب المستشفى في مصر عشان نقول لبابا على الخبر زي ما اتفقنا. حطي التليفون حطي، هو انا بلعب؟ ده انا طلبت السكه من بدري وزمانه. انا فيا شيء لله. الو؟ ايوه سعيد يا فاطمه. الو؟ علي بابا؟ انا مش امال، انا واحد راجل بكلمه. راجل؟ الله يجازي شيطانك. مفهوم، سمعك. قصدي اقول سمعك يا راجل. هنا محطة الإذاعة اللاسلكية للنتائج المدرسية. سيداتي آنساتي سادتي، تستمعون الآن إلى بيان هام خطير على نغمات الموسيقى الشجية. ألو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. ألو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو احنا هنا. احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا 100 على 100، وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سين سؤال أين تقع في الخريطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. سين سؤال فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب بعد الرد هوس بشوية. وعرفنا كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. ألو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو احنا هنا. خد يا سي ممدوح اذاعه من اسكندريه. من اسكندريه؟ والانجليزي سيبك منه، ما تسأليش ابدا عنه. ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much. واما في النحوي والصرف جاوبنا بالكلمة وبالحرف. سين سؤال هل تعرفي كان واخواتها؟ جيم جواب واعرف عمتها وخالتها. لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت. لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت. والاخت التالتة طلبوها اتعززت. لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت. والاخت التالتة طلبوها اتعززت. ألو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو احنا هنا. الف مبروك يا امال، وبوسيلي فاطمه وهنيها. لكن قولي لي انتم ازاي عرفتوا النتيجه قبلنا؟
صابر جاب لنا خبر الامتحان، عرف النتيجة من فراش بلدياته في المدرسة وبعت لنا تلغراف. كمان مدة يا مدموزيل. علي بابا، انت دلوقتي تجيب لي هديتين مش هدية واحدة، واوعى تكون نسيت وعدك. انا ليا مين في الدنيا غير امال؟ هدية النجاح سريرين في المستشفى مجانا للفقراء، واحد باسم امال وواحد باسم فاطمة. اما هدية عيد الميلاد فانا وذوقي بقى. انت كلك ذوق يا علي بابا، ما تتصورش قد ايه انت وحشني. عشان كده عايزاك تسمع كلامي وتسيب المستشفى حالا وتركب العربية وتيجي على طول. صابر والنبي صابر. وتجيب صابر معاك عشان يساعد زهرة. ممدوح. والدكتور ممدوح كمان. كده هو جنبك. طيب اكلمه. الله يبارك فيك يا دكتور ممدوح. اكلمه والنبي. فاطمة جنبي، مش عايز تبارك لها؟ طيب هاتي. الو ممدوح، متشكرة قوي. انت مش هتيجي مع عم الدكتور علي؟ بتقول ايه؟ لسه بتفكر؟ لا لازم تيجي، بعدين ازعل منك. قصدي امال تزعل منك وتاخد على خاطرها. خلاص هتيجي؟ طيب انا مستنياك، يعني كلنا مستنيينك. لا خلاص يا مدموزيل، مع السلامة يا ممدوح. تذاكر، ورق، الديزل المفتخر. عايزة اقطع ابوني يا حضرة الكمساري. انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهمون. الو، ده جرس الباب، سلامة ودانك. انا هروح اشوف مين وارجع لكم تفهموني ايه حكايه تك 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 تك. ان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. اهلا وسهلا عم حمزه افندي، اتفضل. ازيك يا زهرة؟ ازيك يا الله يا سيدي؟ بنتي. اتفضل، اشرقت الانوار. اتفضل يا عم حمزة. الحمد لله على السلامة يا بابا. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا ستي امال. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا وحشتوني قوي قوي مش تبارك لهم يا سيدي، نجحوا في الامتحان. الف نهار مبروك، اللهم لك الحمد والشكر. هروح اعمل لك فنجان قهوه من اللي بتحبها. اتفضل يا عم اتفضل. اما مفاجأة لطيفة قوي، كنا فاكرينك جاي مع بابا. انا جيت من العزبة دغري على هنا وصلت الفجر. فجر؟ وهنا عليك تقعد لغاية دلوقتي ما تشوفناش؟ اخصى عليك يا بابا. حجتي معايا. اسمعي يا ستي، شوفي اهو اصل الاسكندريه فجر الثلاثاء 12 الجاري، يعني النهارده على الباخره النيل. اتممت دراستي والحمد لله، وحصلت على دبلوم الهندسه قسم الميكانيكا من جامعه ليبزيج. احمد عبد الرحمن. احمد اخوك في الرضاعه. ابن المرحوم عبد الرحمن اللي كان ناظر زراعه عندكم قبلي، ما انتش فاكراه ولا ايه؟ احمد اللي كان جدك الباشا الله يرحمه دايما يضربه كل ما يشوفه يلعب معاك، حتى مره ضربه بالكرباج جه على وشه ترك اثر فاضل لحد دلوقتي. وبالرغم من كده انقذ حياتي. انقذ حياتك؟ دي حكاية جديدة علينا، دي فات عليها سنين طويلة. كنت وقتها في العزبة وكان عندي لعبة بحبها قوي، عروسة تلف حوالين نفسها على مزيكا حلوة، وانا بلعب بيها وقعت مني في الترعة، نزلت اجيبها اتزحلقت وكنت حافة. وبعدين احمد كان شايفني زي عدو، رمى نفسه ورايا ولحقني على اخر رمي. ومرضتش اقول لحد وقتها لاني خفت عليه. خفت من ايه؟ اقول لك انا يا ستي، اصل الباشا كان من النوع القديم اياه اللي فاكر نفسه اعلى من الناس، فامل خافت لجدها يفتكر ان سي احمد ابن الفلاح عاوز يلعب زي عوايده وياه امال بنت الاكابر فيضربه تاني. فعلا، ولما جدي شاف هدومي مبلولة رجعني مصر وحرم عليا اروح العزبة بعد كده، ومن اليوم ده ما شفتش احمد لغاية النهاردة. على العموم يا بنتي، والدك الدكتور على الله يستره صلح كل شيء ورد الجميل لاحمد. ازاي يا عم حمزة؟ والله مش من حقي اتكلم، لكن ما فيش هنا حد غريب. احمد معتقد انه كان بينصرف عليه وبيتعلم من ريع ال5 فدادين اللي ابوه سابهم له في عهدتي، لكن الحقيقه ريع ال5 فدادين ما يصرفش عليه، فالدكتور علي هو اللي قام باللازم. ارجوك يا عم حمزة، احمد مش لازم يعرف الحكاية دي ابدا. طبعا يا بنتي، ده حتى يبقى عيب في حقي قدام ابوكي لانه رخر مش عاوزه يعرف، ومين هيجيب له سيره؟ وما جبتوش معاك ليه؟ والله شددت عليه كتير، قال لي انه جاي بالليل. يعني هيحضر حفلة عيد ميلادي، يا ترى هو كمان فاكرني ولا لا؟ العروسة اللي وقعت مني زمان في الترعة زيها تمام. من عهد الطفولة إليك في ربيع العمر، أحمد عبد الرحمن. يا ترى لما هشوفه هعرفه؟ انت متأكدة انه جاي؟
يمكن يخاف يجي لحسن يجي يكلمني تروح ضربه زي جدي ما كان بيعمل. الظاهر اني هضربك انت مش هو. يا بنتي عقلية زمان كانت عقلية رجعية سخيفة. خلاص الدنيا اتغيرت، والناس دلوقتي اصبحت ما بتقولش ده ابن مين، بيقولوا ده عمل ايه. تعجبني يا علي بابا، هو انا بحبك من شويه؟ يعني عايزة تقولي انك بتحبيني قوي 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 قوي، لدرجه ان ما كنتش علي بابا كنت اتجوزت. الله، على فكرة ما سألتنيش يعني. على ايه؟ مش ملاحظة حاجة ناقصة هنا؟ ايوه صحيح، فين هديتك؟ تسمح تطلعها من جيبك؟ عاوزاني اطلع لك لانش من جيبي؟ لانش؟ طبعا، هو علي بابا شوية في البلد؟ انت مش طول عمرك كنت بتتمني ان يكون عندك لانش في البحر تتفسحي بيه وتروحي مطرح ما يعجبك؟ خلاص يا ستي، من بكرة الصبح في الحتة اللي بتحبيها تلاقي اللانش واقف بيقول لك احنا في الخدمة. يا حبيبي يا علي بابا، بموت فيك انا مش عارفه اشكرك ازاي. اقول لك تشكريني ازاي؟ خلي بالك من صحتك كويس. اكتر من كده؟ لا انت زودتها قوي. مش كفايه الفيتامينات اللي عمال تديني؟ اي وبي وسي ودي وكل الحروف الابجديه اديتها لي. انت عارفه يا بنتي ان علي بابا طماع حبتين، لانه مالوش في الدنيا غيري، ومصمم انه يحضر 100 عيد ميلاد زي ده. يا حبيبي يا علي بابا انت. بقى انا بدور عليكم الصبح وانتوا نازلين غراميات هنا. في ايه يا عم محمد؟ في ايه؟ في رسميه هاني. مالها؟ بقالها ساعة ماسكة صراصير وداني وهات يا دش، بحكمها رأيها لازم تقعدوا يا الدكتور علي سيد العيلة، وراسها وألف كوباية شربات لازم أدور عليك. برضه أصول لازم أقعد معاها شوية. على كل حال دول قرايبنا وضيوفنا والواجب إكرامهم، وأنت كمان يا أمال لازم تقعدي معاهم شوية. طبعا يا بابا. أحمد لسه ما جاش ولا بال. يا ترى إيه اللي أخرنا؟ مش وقته دلوقتي، المعازيم بره قلقانة وبيسألوا عليكي، اتفضلي معايا. ممدوح، أنا هنا. فاطمة، أنا مخصماك. خصماني ليه؟ إن ما سألتش عليك ما تسألش عليا. لا أبدا يا فاطمة. طب ده حتى زهرة وهي بتقول لي كنت لسه بسأل روح يا ترى أنت فين؟ أنا هنا طب بتعملي إيه هنا لوحدك؟ بعد النجوم. ياه، وطلعوا كام نجمة؟ ما قدرتش أعدهم كلهم علشان كنت بفكر تفكري في إيه؟ في الدنيا، في المستقبل. قلبي تعب. سلامة قلبك يا فاطمة. أنت تفهم في القلب كويس يا ممدوح؟ بيقولوا كده. طب خد إيدي وشوف لي خط القلب. لا أنا دكتور مش عراف. يا خسارة، ليه؟ كنت عرفت إيه اللي في قلبي. سامع؟ متأسف قوي يا فاطمة، السماعة مش معايا. أنا ما بقولكش على قلبي دلوقتي، ما بتقولي لي على إيه بس؟ بقولك على المزيكا اللي جوه، اسطوانة جديدة، نغمة جنان، تيجي نرقص؟ إذا كان ده ما يضايقكيش. يضايقني؟ ده الرقص دوا يا دكتور، بس لو كنت تعرف. تراهنيني يا أمل على إيه؟ على إن اللي شاغل بالك مش جاي دلوقتي. قلبي بيقول لي. أمال. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يا أمال. عرفت منين إني أمال؟ من عينيكي، من ابتسامتك. وانت عرفتيني ازاي؟ كنت في انتظارك، و حاجة تانية كمان. دي مش كده؟ الله، احنا مالنا واقفين كده؟ اتفضل، بابا كان بيسأل عليك، عايز يشوفك. اهلا اهلا احمد، تعالى يا ابني. استاذ احمد، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا الله ابني. يسلمك يا دكتور علي. اتفضل، ده رسميه هانم خيرت، الاستاذ احمد عبد الرحمن. تشرفنا. شرف ليا يا هاني. اتفضل يا ابني، اقعد اقعد. بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقيت راجل يا احمد اهو. حذر، أنا مين؟ دي لازم فاطمة. أحمد. فاطمة، الحمد لله على ازيك السلامة يا يا فاطمة؟ أحمد. الله يسلمك، ازي صحتك؟ الله ايه يسلمك. الجمال ده كله؟ ده انت بقيت عروسة اهو بحق وحقيقي. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ طبعا جد. سامع كلام الجد. قصدي يعني ما عرفتكوش على بعض. الدكتور ممدوح، الأستاذ أحمد. تشرفنا. يا ترى الأستاذ يبقى من قرايبنا وأنا مش دريانة؟ احمد يا ست رسميه ما هوش غريب، المرحوم والده كان من اخلص الناس عندنا في الدايره، وعلاوه على ذلك فاطمه تبقى اخته في الرضاعه.
الباشا الله يرحمه يا ما حكالنا عليه. تشرفنا يا استاذ. احمد، انا نسيت اجيب لك حاجه، تحب تشرب ايه؟ اذا سمحتي شربات عيد ميلادك. دقيقه واحده عن اذنكم. وانت يا ابني بقى ناوي تعمل ايه بعد ما رجعت من اوروبا وخدت الدبلوم والحمد لله؟ زهره، اعملي كوبايه شربات حالا. من عينيا يا ستي، اوديها لسي احمد. لا، انا هوديها له بنفسي. حاضر. كده يا امل تسيبيني في وسط راسه عشان خاطر الافندي ده. ده احمد يا ريت. اللي كان يسمعك وانت بتتكلمي عنه كان يفتكره كلارك جبل، اتريه الولد بتاع زمان. اتفضلي يا ست الشربات. انت هاتي لي واحد ويسكي. ما هو البلاش كتر منه. اتفضل يا احمد. اشكرك يا امال، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ودلوقتي بعد اذنكم هاخد احمد منك على فين؟ نرقص سوا. انا حاجزه له رقصه من 7 سنين. اتفضلوا. عن اذنكم. وانتوا ما ترقصوا ولا هتذنبوا نفسكم جنبنا؟ مين كان يقول ان الايام هتدور ونرجع نتقابل بعد السنين الطويله دي كلها؟ لا، وفي ليله عيد ميلادك. عيد ميلادي ده هديه منك. انا اتولدت من جديد يوم ما انقذت حياتي. انا متهيألي ان احنا الاتنين على ميعاد الليله دي. ومين قال لك اني ما كنتش عامل حسابي عشان الحق الميعاد ده؟ صحيح؟ يعني كنت فاكر عيد ميلادي؟ طبعا فاكر كل حاجه. فاكره يا امال الترعه الصغيره اللي كانت على الطريق الزراعي، وشجره التوت اللي كانت بتخوفنا بالليل، والقمر اللي كان بيستحمى في الميه، والطيارات الورق، والفيونكه اللي في شعرك، وحكايات عم رضوان اللي كانت ما تخليناش ننام طول الليل. والعروسه اللي كنت بتحبيها الصغيره. كانت ضايعه مني ولقيتها النهارده. رجعت تقول لي كان يا مكان وكنا صغيرين. ودلوقتي كبرنا يا خساره. وراحت ايام زمان. يا ريت الواحد كان يقدر يعيش في ايام زمان. انا سامعه صفاره قطر جاي من بعيد. انت رجعت بالديزل يا احمد؟ ديزل؟ ديزل ايه يا فاطمه؟ هو في ديزل في الميه؟ طبعا. الله، امال مهندس ازاي؟ لا، انت الظاهر اتعلمت طب مش هندسه. طب اسكتي بقى لحسن بعدين احولك على بره علشان خاطر احمد مش هتصادم معاك. هي فاطمه كانت بتقول ايه؟ انا ما فهمتش حاجه ابدا. ايه على طول تهزر كده؟ الظاهر عليكم بتحبوا بعض خالص. الروح بالروح. ست امان، ست امان، زهرة عاوزاكي فوت السفرة. ليه، في ايه؟ مخلبطة خالص وما عارفاش تقعد الناس مين جار مين. طيب انا جايه حالا. عن اذنك انا راجعه لك على طول. يا أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا رسمي خيرت. أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ قريب أمال والجماعة أعز أصدقائها. تشرفنا. أقدم لكم الأستاذ أحمد عبد الرحمن المهندس، أخو فاطمة في الرضاعة. كده أهلا وسهلا. الأستاذ يحب يشرب إيه بقى؟ والله انا ما بشربش خمره. ليه؟ اتعودت اعيش من غيرها. امال رحت اوروبا تعمل ايه؟ انا رحت اوروبا عشان اتعلم. يا جماعة خلاص ما تكسفوهوش، شوفوا كم متعود يشرب إيه واديهوله. وهو كذلك. الأستاذ يحب يشرب إيه؟ أي حاجة غير الخمرة. بيريين مثلا؟ مثلا. كنت بتشربها بالقلة ولا واخد معاك زير؟ صحيح، قول لنا يا أستاذ، تفضل القلة ولا الزير؟ شوف حضرتك أنهي فيهم ينكسر بسهولة على راس واحد قليل الأدب. مين فينا قليل الأدب يا أستاذ؟ قول لي. قليل الأدب فينا ينضرب بالكرباج. ما بدري يا أستاذ. الله، وانت احمد رايح فين؟ يكونش مرافق؟ احمد رايح فين يا احمد؟ حصل حاجه؟ الظاهر إن في جماعة مش راضيين عن وجودي، فضلت انسحب من سكات. كده من غير ما تديني خبر؟ ده يصح؟ أنا خفت مملكش أعصابي، وفضلت ما ازعجش حد في ليلة زي دي. انا متاسفه يا احمد اذا كان حد جرح شعورك. انا عارفه ان في ناس هنا ما تحترمش اي شيء في الدنيا. ما دام عارفة كده يا أمال، إيه اللي يخليك تفتحي لهم بيتك وقلبك؟ بيتي بس من فضلك، وده بحكم الوسط اللي عايشين فيه، واجبات ما نقدرش نهرب منها. يبقى أهرب أنا. بتتكلم جد؟ افهميني يا أمال، أنا فعلا غريب في وسط جماعة زي دول، لا أقدر أفهمهم ولا يقدروا هم يفهموني. مش من حق ألومهم،
لكن ما اقدرش اجاريهم. أنا مش طالبة منك تجاريهم يا أحمد، كل اللي أطلبه إن وجودهم ما يبعدكش عننا زي زمان. مش معقول. يعني هتزورنا مرة تانية؟ ضروري. خد بالك إن ما وفيتش بوعدك هعمل زي أيام زمان. زي ايام زمان؟ أيوة، يوم ما فرقونا عن بعض وإحنا صغيرين قعدت أعيط لما قلت يا بس، وإنت كمان عيطت. يمكن، لكن بعد كده الحياة علمتني ان الدموع اغلى من اي شيء نبكي عليه. تصبحي على خير يا امال. وإنت من أهله. وكان أحمد عند وعده، وتجددت أحلام صبانا، وبدأت رحلة العمر. وخيل إلي أنني على موعد جديد مع الحياة، وخفق قلبي بشعور لم أكن أعهده من قبل، وعرفت أنه الحب. إنني بجواري أعيش حلما جميلا أود ألا أصحو منه، وكنت أتمنى أن تقف عجلة الزمن فلا تمر الأيام السعيدة وتصبح مجرد ذكرى، ولا يكتب للحب أن يكون عمره مثل عمر الورود. فقد أصبحت الدنيا في نظري جنة لاتنين. وفي ذات يوم كان أحمد ينتظرني على الشاطئ عند سفح المرتفعات، وقد بدأت الشمس تميل إلى الغروب، وخشيت أن أتأخر عن موعدي فأخذت أجري نحوه. وكان هناك سؤال يتردد في خاطري: هل من الممكن أن يتحمل القلب كل هذه السعادة؟ وفجأة أمال، أمال، مالك يا أمال؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا أمال؟ أحمد، مالك يا روحي؟ الحمد لله على اللي جرالي، خلاني أعرف إنك بتحبني قد ما بحبك. طول عمري بحبك يا امال، وعمري ما حبيت غيرك. لما شفت اللي جرالك ده قدام عينيا حسيت. اطمن يا أحمد، دي نوبة وعدت. حصلت لك قبل كده؟ لا، ومش هتحصل لي تاني. قلبي دلوقتي مش ملكي، تسمح تديني ايدك؟ ايدي وقلبي علشانك طول العمر. ده عهد، وادي الشمس قبل ما تغرب شاهدة عليك. ده عهد يا امال، وربنا هو اللي شاهد عليا. أحمد، أنا ما تعودتش أخبي على بابا حاجة أبدا، أنا هقوله. اظن يا امال الوقت مش مناسب، انت عارفه ملياش اراده غير مهيتي. أنا عارفة نفسي وعارفة بابا كويس، أول ما أوصل البيت هكلمه في التليفون. بس يا امال. أحمد، الماديات ملهاش حساب في دنيتنا، دنيتنا جنة الاتنين. زي ما انت عايزه، بس بعد كده ذنبك على جنبك. مالكش دعوة، أنا قابلة. كنت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه حكايتك؟ تفتكروا لو أطلب علي بابا دلوقتي في التليفون ألاقيه في المستشفى ولا في البيت؟ تلاقيه هنا. علي بابا مش نايم. بابا أنت هنا يا حبيبي يا علي بابا يا روحي. مفيش علي بابا، سيبك من شغل الأونطة ده. أنا جيت من مصر مخصوص عشان أكلمك في حاجة مهمة. اتفضلي معايا. على فين؟ تعالي معايا، اتفضلي. اتفضلي اقعدي هنا. اقعدي. إيه حكايتك النهارده يا علي بابا؟ اقعدي. الجواب ده جاني من رسمية هانم، تسمحي تقريه؟ صحيح انك وسي احمد دايرين على حل شعركم وانكم ليل ونهار مع بعض؟ كل كلمة وكل حرف في الجواب ده مظبوط واكتر شوية يا علي بابا. يعني؟ ايوه، احمد بيحبني وانا بحبه، وكنت جاية النهاردة اكلمك في التليفون واقول لك يا علي بابا احمد هيجيلك ويكلمك في موضوع مهم بس خالص.
ولا كلمة زيادة. اعملوا حسابكم كلكم معايا بكرة على مصر، وفي أقرب فرصة هنحتفل بالخطوبة هناك، وانت هتلاقي أحسن من أحمد فين. يا حبيبي يا علي بابا، ربنا ما يحرمنيش منك، انت احسن بابا في الدنيا كلها. يا شاغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، يا شاغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. مبروك يا دكتور. الله يبارك. الشهاده لله، الاستاذ احمد طلع بخته في السماء، بص لفوق ولا تعبش. أول شربات الفرح. عقبال فضل إن شاء الله. سامع الكلام اللي يرد الروح يا دكتور ممدوح، زي القمر بس ما عندهاش بخت. حبك باين في عينيا وفي لمس ايدك ليديا، اذا كنت مخبي عليا ما تقولي وترحم حالي، اعمل لك ايه معرفش، حيرتني ليه معرفش، لو تفهمني يا غالي يا مسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. سامع ولا ترجم لك اللي بتغنيه؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك وامري الى الله، الست فاطمه بتحبك. مين يا زهره؟ الطبيبه المداويه مين؟ بتحبك يا دكتور، والنبي بتحبك. انا؟ ما اعرفش. وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، ارحمني في يوم وداويني بالكلمة اللي تقولها لي، قلبك مشغول والامتى هقول بزيادة بقى اللي جرالي، يا مسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. استنى ايه يا دكتور، اجي معاك؟ لا انا هكلمها بنفسي، كتر خيرك يا زهره. عقبال يا رب عقبال. فاطمه فاطمه أنا هنا يا ممدوح. فاطمه، انا سمعت الغنوه. وفهمت إيه معناها؟ ايوه فاطمه، انا عاوز اقول لك قول يا ممدوح. انا دكتور، يعني وقتي مش ملكي، وقتي كله ملك المستشفى والعيانين. وفيها إيه دي بس؟ يعني اللي ترضى تتجوزني يمكن تبقى مظلومه معايا، فاهمه يعني قصدي اقول ايه؟ أنا فاهمة، مش ممكن هكون مظلومة، أنا راضية يا ممدوح. الكلمه دي تكفيني. فاطمه عن اذنك لحظه واحده بس.
اسمعوا يا جماعة، تعالوا كلكم. الظاهر ان الليلة دي ليلة كلها افراح في افراح. طبعا كلكم تعرفوا فاطمة صديقة امال الروح بالروح، يعني الاتنين ما بيسيبوش بعض ابدا، في البيت سوا وفي المدرسة سوا وفي الخطوبة كمان سوا. يعني بالاختصار اعلن لكم خطوبة فاطمة والدكتور ممدوح. يا حبيبتي يا فاطمة، ده أسعد يوم في حياتي يا أحمد، قلبي هيطير من الفرح. مالك يا أمال؟ أمال! 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 في ايه يا ممدوح؟ بسرعة، أظن من الأوفق ننقلها المستشفى حالا. النبض اتحسن نوعا لكن لسه ما انتظمش. اديها الحقنه يا دكتور ممدوح. ما قلتليش يا دكتور. والله كان بودي اطمنك لكن ما اقدرش اخبي عليك، الحاله خطيره. تفتكر عندها؟ افتكر كده. مش ممكن. يجوز انا غلطان، وعشان كده اقترح عمل كونسلت مع بعض زملاء الاخصائيين في القلب. كل الاخصائيين اللي في مصر يا دكتور. لكن ازاي توصل للدرجه الخطيره دي وما يكونش عندكم خبر؟ ما هو ده اللي مجنني، مش قادر اصدق انها كانت بتخبي حاجه زي دي عليا انا، عليا انا يا مصطفى. علي بابا، امال، سامحني يا علي بابا. على ايه يا بنتي؟ عشان أنا كنت بخبي عليك. وليه يا امال؟ يخلصك اني اكون مقصر امام واجبي باعتباري دكتور، وامام ضميري باعتباري واب. هي حالتي خطيرة للدرجة دي؟ لا ابدا يا بنتي، دي حالة بسيطة جدا. طيب خلاص، تزعل ليه بقى؟ علشان مهما كانت الحالة بسيطة، مفيش اب في الدنيا يحب يشوف بنته راقدة في السرير، خصوصا انت. هو ده اللي خلاني اخبي عليك في الاول، لكن دلوقتي حرمت. المرة الاخرانية دي كانت صعبة قوي، غصب عني من فرحتي. امال فين احمد يا بابا؟ كلهم موجودين بره يا بنتي. اقدر اشوفهم؟ بس على شرط مفيش كلام كتير. تقدروا تتفضلوا. أمال حبيبتي، سلامتك يا أمال. مبروك يا فاطمة، ما لحقتش اقولها. أمال، قلبنا معاك يا أمال. انا كمان قلبي معاكم، بس بخستك شوية. الظاهر مش واخد على الحب ده كله. تعرفوا دلوقتي بس اطمنت. ايوه، عرفت قد ايه انتوا بتحبوني. احمد، انا بخير، حتى اسال علي بابا. اوعى تعيط. فاكر انت مره قلت لي ايه؟ الحياه علمتني ان الدموع اغلى من اي شيء نبكي عليه.
مش ممكن نكون غلطانين. مصطفى، مفيش حد معصوم من الخطأ. ممكن كل واحد يغلط، مش كده يا دكتور؟ ممكن كل واحد يغلط. ليه ما بتتكلموش؟ ليه ما بتردوش؟ اتكلموا، اكدبوا عليا، اخدعوني، قولوا لي انها مش هتموت بعد 6 اشهر، مش هتموت بعد 6 اشهر. دكتور علي، أنا اللي أنقذت الآلاف من الموت. ينكتب عليا أشوف بنتي بتموت قدامي ومش قادر أنقذها. ده ظلم، سامعين؟ ده ظلم، ده ظلم. علي، أنا مقدر ظروفك، لكن الأبوة مش لازم تنسيك واجبك كطبيب. بنتك مش لازم تشك في أي حاجة، وما تنساش في مهنتنا الباب دايما مفتوح للأمل. أمل؟ يعني عاوزني أتمنى إنها تعيش 7 أشهر بدل 6؟ هو ده الأمل؟ لا يا دكتور، أنا طبيب زيك وعارف الكلام ده معناه إيه. أنا بكلمك دلوقتي بصفتك دكتور. صحيح الحالة دي ملهاش علاج، صحيح إن العملية ميؤوس منها، لكن الجراحة والطب في تقدم مستمر، وكل يوم فيه اكتشافات جديدة، ومين عارف؟ مين عارف؟ من هنا ورايح لازم أعيش على الكلمة دي. مين عارف؟ لازم أضحك وقلبي هو اللي بيبكي. أضحك لك يا أمال وأنا عارف إن فاضل من عمرك 6 أشهر. قولوا لي انتم، أجيب القوة دي منين؟ أجيب القوة دي منين؟ الله، أمان، أول تفتيش أعمله في المستشفى تكون نتيجته إيه؟ دكتور قلبي الخصوصي مشغول بقلب غيري، والله عارف. أنا هقدم فيك تقرير لبابا. إيه ده؟ اسم المريضة أمال علي صبري. ده الدوسيه بتاعي، لما أشوف بقى حكاية قلبي دي إيه. تسمح يا دكتور ولا عندك مانع؟ أبدا أبدا، بكل ممنونية، بس مش هتفهمي في حاجة. هعمل زي العيال الصغيرين، هتفرج على الصور. دي صورة قلبي. ايه ده؟ ازاي ترسموه من غير ما يكون حد جواه؟ دي صورة جانبية، بروفيل. والنبي قلبي فوتوجينيك. ايه ده؟ دي ايه ده؟ يا ساتر، عامل زي جبل المقطم، مش فاهمة ده ايه ده؟ ولا دي مش فاهمة، ولا دي كمان. تقارير الكونسولتو. أمال، في ايه يا بابا؟ انت فين يا أمال؟ وانا بدور عليكي من الصبح. ومال لونك مخطوف كده يا بابا؟ اصل اتخانقت مع واحد تمرجي يغير لي دمي. طب روق دمك وخلينا في الأهم. الأهم؟ أيوة، احنا دلوقتي في قلبي. ازاي يا ممدوح تخلي الدوسيه ده يقع في ايدها؟ ما انتش خايف بعدين تكتشف السر الخطير اللي احنا عرفناه؟ سر خطير فيه ايه يا بابا؟ ايوه يا بنتي، ما دام اطلعت على الدوسيه لازم اصارحك بقى بالحقيقه كلها. ما لاحظتيش حاجه في الصوره الاولانيه؟ ايوه، كنت لسه بقول ان قلبي فاضي. فاضي؟ ده فاضي؟ بص كويس يا بنتي، في نقط كتير على جنب هنا، وفي نقطة كبيرة في الوسط. فاهمة ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه يا حبيبتي ان في شلة غلابة مركونين على جنب، وواحد بس بجلالة قدره هو اللي متربع جوه قلبك. يعني يخلصك ان سي احمد يحتل المساحة الكبيرة دي كلها واحنا نتكون في الركن الصغير ده. انت مش عارفة ان في البلد قانون اسمه قانون تحديد الملكية؟ احنا بنهزر ولا بنتكلم جد دلوقتي؟ بنهزر؟ ده انت هتطلع من هنا على محكمة الغدر على طول. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك انت.
تخضينا وتوهمينا على الفاضي وبعد كده تطلع الحكايه كلها فلسه. يلا يلا على البيت قبل ما اجيب لك الشاويش. وانت يا ممدوح ابقى ارمي الدوسيده في سله المهملات. امان افندم. في حاجه واحده بس. ايه هي؟ الدواء ده خليه دايما جنبك، لما تحس باي تعب خدي منه حبيتين. حاضر يا بابا. مع السلامه. ربنا موجود والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. مع الاسف انا دكتور وفاهم الكلام ده معناه ايه. زمن المعجزات ولا يا حمزه؟ ما تقولش كده يا علي، مرضلكش انك تكفر. الإيمان في حد ذاته معجزة. انا بطلب من ربنا حاجه واحده، انه يخفف عنها الالم، ولما يحين اجلها ما تتعذبش. ايه رايك يا حمزه؟ مش واجب نطلع احمد على الموضوع؟ لا أنا رأيي خلاف كده. يعني نديله عروسه يزفها للقبر؟ يا راجل حرام عليك، ولكل أجل كتاب. بس هنقول له إيه ونعد له إيه؟ دول أرواحهم متعلقة ببعض من صغرهم، حتى الموت ما يفرقهمش. طيب وإيه العمل؟ العمل خير البر عاجله، قليل ولا كتير اللي فاضل من عمرها لازم يكون أسعد أيامها. ومن رأيي إن الزواج يتم في أقرب فرصة. وأحمد هنقنعه إزاي؟ ما احناش هنغلب. أنا راح أقوم ألبس وأروح وياك مصر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أحمد. أفندم. أنا ليا رجاء عندك. تحت أمرك يا دكتور. إيه رأيك يا ابني؟ إحنا اتفقنا نقدم ميعاد الفرح. والله كان بودي، بس يعني أنت عارف ظروفي يا دكتور. احنا عارفين وفاهمين، انما بقى الحكايه مش غريبه، والدكتور علي عزيز علينا، وما دام كرامتنا يا ابني محفوظه ما يصحش نرفض له طلب. طيب وحددتوا الميعاد امتى؟ بعد شهر. شهر واحد؟ مش معقول. أحمد أنت عارف يا ابني أنا ماليش في الدنيا غير أمال. طول عمرها مالية عليا البيت، وكل اللي بطلبه إني ما اتحرمش منها كده مرة واحدة. في مانع عندك يا ابني إنكم تتجوزوا وتقعدوا معايا هنا في البيت لحد ما ترتب نفسك؟ بس هيكون ايه المانع يا دكتور؟ احنا متفقين، وعلى رأي المثل زيتنا في دقيقنا، ولا فيش حد غريب. مش كده يا احمد ولا ايه؟ والله اللي تشوفوه. انا طبعا ما اقدرش ارفض لك طلب يا دكتور، بس يعني ليا رجاء. ايه هو يا ابني؟ ما اقدرش اوعدك اني هقعد هنا اكتر من 6-7 اشهر، لاني 6 اشهر كفايه يا ابني، وانا مش طمعان في اكتر من كده، وتاكد اني مش هنسالك الجميل ده ابدا. طيب اسمحوا لي ابلغ امال. ايوه يا ابني ايوه، اتفضل يا حبيبي. هي يا احمد طمني، اتفقتوا على ايه؟ الدكتور من رايه نعمل الفرح بعد شهر. ياه، يعني لسه فاضل 30 يوم؟ 30 يوم بس؟ تصوري، ما اعرفش مستعجلين ليه. ليه؟ امال فين امال؟ نزلت من شويه تتفسح في الجنينه. طبعا اذنكم اروح اشوفها. اتفضل. يا بختهم. كانوا عايزينك في ايه يا احمد؟ خلاص يا ستي، هيجوزونا بعد شهر. شهر؟ وبيتنا اللي لسه ما خلصش. هنقعد هنا 6 اشهر لحد ما يجهز. قول لي يا احمد، بتحب الاولاد؟ طبعا بحبهم جدا. وانا كمان، عشان كده هنجيب كل سنه واحد يبقوا زي الكتاكيت حوالينا. تعرف هسميهم كلهم احمد. احمد نمره 1، واحمد نمره 2، واحمد نمره 3، واحمد نمره 12. 12؟ طبعا عشان نكمل الدس، بعدين يكبروا هما كمان ويخلفوا اولاد كتير، وتبقى انت عجوز واجي لك انا بشعري الابيض ونقعد في وسطيهم وتقول لي فاكره، اقول لك فاكر. ممدوح. ايوه. بتفكر في ايه؟ انا ولا حاجه ابدا. انا عارفه، بتفكر اننا زي ما اتخطبنا في يوم واحد معاهم نتجوز برضه في يوم واحد معاهم.
مش ممكن. المرة دي هنسيبهم يسبقونا شوية. ليه يا ممدوح؟ كده أنا ما أقدرش أتجوز قبل 6 أشهر. 6 أشهر؟ أيوه، ويمكن بعد كده كمان. الساعة بقت 10. أمال، أمال. ايوه يا ممدوح، احنا جايين. ممدوح، الساعة بقت 10 يا أمال. طب وماله؟ ميعاد النوم. ايه هو احنا فراخ؟ ولا كتاكيت؟ قول له لاحظي يا أمال إنك خارجة من المستشفى بقالك يومين. لا ده صحيح، أحسن تطلعي تستريحي. وتعرفي لو سمعت الكلام الليلة هعزمكم كلكم بكرة على سهرة رقص وعشاء ومزيكا. صحيح؟ والله. في الحالة دي ما اقدرش اكسفك ابدا. طالعة معايا يا فاطمة؟ ايوه. تصبحوا على خير. وانتوا من أهله. وانتوا من أهله. ايه يا ممدوح، هتيجي تروح معايا؟ لا أنا هقعد مع الدكتور علي شوية، في شغلانة بسيطة لازم نخلصها. طيب تصبح على خير. وانت من أهله. ممدوح، عاوزني في حاجة الليلة يا دكتور؟ ممدوح، أنا اطلعت على التقرير اللي جه من أمريكا. معاك حق، ما لقيتش فيه أي شيء جديد يفيدنا في حالة أمال. وعلى فكرة أنا مش عارف أشكرك إزاي. العفو يا دكتور. التقارير اللي بتكتبها كل يوم عن حالة أمال الصحية دراسة ممتازة لها قيمتها، وما كانتش تفيد أمال فعزانا إنها تفيد غيرها في المستقبل. أمال طلعت أوضتها مش كده؟ أيوه، الليلة دي قدرت أقنعها تنام بدري. تنام بدري؟ ما أظنش. أمال يستحيل تنام قبل ما أمسي عليها. تلاقيها دلوقتي قاعدة تدردش مع فاطمة. قول لي، اتفقتوا يا فاطمة خلاص؟ على إيه؟ على إنكم تتجوزوا كلكم في يوم واحد. جيت للحق يا دكتور، مش في إمكاني. إن كنت عامل حسابي يا ابني فأنتم كلكم أولادي. مش الفكرة، أنا لازم أتفرغ للعناية بأمال. لكن أرجوك يا دكتور، اللي أملى عليا القرار ده مش واجبي نحو أمال بس، بل واجبي كمان نحو فاطمة. إذا اتجوزتها إزاي نعرف معنى السعادة وأنا عارف اللي عارفه؟ اللي تشوفه يا ابني. ودلوقتي أرجوك روح استريح، تصبح على خير. وأنت من أهله. انا الليلة دي مش هعرف انام من فرحتي، وانا مش هعرف انام من زعل. ليه؟ كان منى نتجوز في ليلة واحدة، لكن ممدوح قال لي مش ممكن يقدر يتجوزني قبل 6 أشهر على الأقل. 6 أشهر؟ ليه؟ مش عارفة، لهجته كانت غريبة قوي معايا. متهيألي في حاجة شغلة وبيحاول يخبيها عني. ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ غريب ليه؟ مش أنا اللي اترميت عليه؟ مش زهرة اللي أحرجته؟ أنا متأكدة إن دي كلها أوهام ملهاش أي أساس. إذا كنت تحبي أخلي بابا يفتحه في الموضوع. أرجوك يا أمال، أنا لسه ما ضيعتش كرامتي كلها، وما اسمحش إن أي مخلوق يجيب لممدوح سيرة الحكاية دي. علي بابا. انتوا لسه صاحيين لحد دلوقتي؟ طبعا أنت عارف إن مش ممكن ننام قبل ما تيجي تمسي علينا يا سي علي بابا. تصبح على خير يا عم. تصبحي على خير يا بنتي. هنا هنا. تصبح على خير يا علي بابا. الله، بابا انت بتعيط ولا ايه؟ أنا أبدا يا بنتي. انا شايفة الدموع في عينيك. دموع؟ صحيح. أصلي كنت بفكر في حالي لما تتجوزي وافضل أنا هنا في البيت الكبير ده لوحدي. احنا مش اتفقنا يا بابا هنقعد معاك 6 أشهر؟ وبعد 6 أشهر يا أمال بعد كده هتنساني. أنساكي؟ أنا أنساكي يا أمال؟ تراهن بكرة الكتاكيت هيشغلوك، لما تشوفهم بيلعبوا حواليك هتنسى أمال. لكن ما تخافش، أنا مش هزعل منك أبدا.
عشان عارفة اللي في قلبك. وانا كمان يا بنتي عارف اللي في قلبك. ربنا ما يحرمنيش منك. تصبحي على خير يا امل. وانت من أهله. الو، صباح الخير يا دكتور ممدوح. صحتي دلوقتي مفيش بعد كده. ما هو البركه فيك انت يا عدو الامراض يا قهر الميكروبات. اي خدمه. انده لك ست فاطمه؟ لا معلش يا زهرة، قولي لي الست امل صحت ولا لسه نايمه؟ صحت من بدري؟ الساعه كام تقريبا؟ الساعه 7:30. وفطرت كويس ولا؟ شايكم بليه بالزبده والمربى والف هنا وشفا. ايوه، خدت معلقه الدواء قبل الاكل. مع السلامه يا نصير المرضى والضعفاء. مين يا زهر؟ ده الدكتور ممدوح. كان عايز ايه؟ بيسال على ست امان. ما سألش عليا؟ لا، حتى بالاماره قلت له انده لك ست فاطمه، قال لي لا مفيش لزوم. طبعا بيتقل، عايز يلهلبك ويشعوطك. هما كده الرجاله جنس نمرود. صابر، نعم يا ست هانم. هي ست فاطمة فين؟ لمحتها من شوية تشم هوا في الجنينة، أروح أنده لها؟ لا مفيش لزوم. الو، اديني الدكتور ممدوح من فضلك. الو، ممدوح؟ انا امال. الله يسلمك. اسمع يا ممدوح، انا عايزه اقابلك ضروري. ايوه، حكايه مهمه قوي. لا ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، لازم اقابلك ضروري. تحب تجيني هنا في المستشفى؟ لا بعدين حد يشوفنا. ايه رايك في الجنينه اللي جنب المستشفى كده؟ مسافه السكه، انا جايه حالا. ممدوح، إذا سألتك سؤال تجاوبني بصراحة. طبعا إذا كنت أعرفه. إيه السبب اللي خلاك تأجل جوازك 6 أشهر؟ أمال أرجوك اعفيني من الرد على السؤال ده. وإن قلت لك إني عارفة؟ عارفة؟ حكاية ال6 أشهر دي هي اللي خلتني أكتشف الحقيقة. أحمد كان في نفس الظروف، وكان برضه عايز يأجل الفرح لحد ما يلحق يرتب نفسه. ممدوح، فاطمة زي أختي وإنت زي أخويا، وفرحتي مش هتتم إلا إذا اتجوزنا كلنا في يوم واحد. أنا محوشة قرشين باسمي في البنك، محتارة أعمل فيهم إيه رأيك؟ وتسددهم لي على مهلك، وتفضل المسألة بيني وبينك. عرفت كتير يا أمال، لكن زيك في النبل والرقة ما عرفتش. كان بودي أكون أسير معروفك، لكن ما أقدرش، وده اللي بيحس في قلبي. وقلبي أنا يهون عليك تكسفني. ربنا يعلم إنه مش هاين عليا، لكن أعمل إيه؟ مش بإيدي.
بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ سيبيني في حالي يا امال. اخصى عليكي، انا عملت حاجه زعلتك؟ اسالي نفسك، هو انا اشتكيت منك في حاجه؟ اسمعي يا فاطمه، انا عندي فكره تساعدنا احنا الاتنين. ايه رايك ااجل انا كمان فرحي 6 اشهر؟ لا ارجوك اتجوزي انت وما تعمليش حسابي. انت شايله همي ليه بس؟ شايله همك؟ اخصى عليكي، انت نسيتي احنا لبعض نبقى ايه؟ لا انا ما نسيتش، لكن دي مساله تخصني انا لوحدي. خلاص غيرت فكري، انا حر، مش عايزه اتجوز. ليه بس يا فاطمه كده؟ ليه؟ وبتساليني ليه؟ انا غلطت وخليت ممدوح يخطبني غصب عني، مش عاوزاه كمان يتجوزني غصب عني. خلاص اطمنتي، سيبيني بقى في حالي. قصدها ايه فاطمة؟ لأول مرة تصدني وترفض حناني. معذورة، مش ممكن أزعل منها، عشان أنا كمان بحب وأعرف ايه معنى الحب. لازم أساعدها. أيوة، أكلم بابا في الموضوع بيني وبينه. بابا يقدر يأثر على ممدوح، بس مش لازم فاطمة تعرف. هستناها لما تنام. قضيها افكر. الهمني يا رب، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دكتور علي، انت عملت الواجب واكتر. لا يا ممدوح، لسه فاضل حاجة واحدة. ايه هي؟ انا ليا زملاء في كل انحاء العالم، اعرفهم ويعرفوني معرفة شخصية. هسافر اقابلهم واستشيرهم، هاخد التقارير دي معايا والف بيها سويسرا، فرنسا، المانيا، امريكا، حتى ان كان ولا بد هجري ورا الامل في كل حته. وايه هي الحجه اللي هتبرر بيها السفر المفاجئ ده؟ احمد وفاطمه ما عندهمش اي فكره ومش هيشكوا في حاجه، لكن امال هتقول لها ايه؟ اعمال خاصه بالمستشفى. وفكرك هتصدقها؟ لازم اخليها تصدقني. اكذب عليها مره احسن ما اقعد هنا اكذب عليها كل يوم. ما بقتش قادر ابص لها يا ممدوح. كل ما تيجي عيني في عينها اقول لنفسي يا هل ترى دي حقيقه ولا خيال؟ دي امان ولا اوهام؟ هسافر يا ممدوح، هسافر، يمكن تتحقق المعجزه، وان ما اتحققتش يمكن ربنا يرحمني واموت في الطريق واخلص من العذاب اللي انا فيه. دكتور علي، انا طول عمري احترمك كوالد واقدرك كطبيب، لكن اسمح لي اقول لك ان الكلام ده غريب على لسانك. اعذرني يا ممدوح، اعذرني. انا اب، مجرد اب بائس منكوب، عارف ان بنتي الوحيده هتموت، عارف انه محكوم عليها بالاعدام، مش قادر اعمل حاجه ابدا. تصبح على خير يا دكتور. وانت من اهله يا ابني.
ولا أدري هل مضت علي ساعة أم انقضى دهر، ولكني أعلم أنه لم يغم علي من الخوف، ولكن من هول المفاجأة. فليس هناك شر من الموت إلا معرفة موعده، ولذلك اقتضت حكمة الله أن نأتي إلى الدنيا وأن نرحل عنها دون أن يكون لإرادتنا دخل في ذلك. وبدأت أشعر أن الحياة تعود إلي، أو أنني أعود إليها. وتعجبت، فلم يكن في قلبي أثر لحزن أو أسى، بل فراغ كبير في القلب وذهول في العاطفة وليل في الضمير جعلني أتساءل: من أنا؟ من أنا؟ ولم أعرف من أنا. وفجأة رأيت شبحا آتيا نحوي من بعيد، فتملكني الرعب وأسرعت جارية لأهرب منه، وبدلا من أن أبتعد عنه اصطدمت به، وكأنما الصدمة أفاقتني، فعرفت أنني أمام خيالي، وأني كنت أحاول الهرب من نفسي، ولم أعد أسمع إلا دقات الساعة. إنها هي أيضا قلب آخر، قلب يخفق في صدر الزمن وضمير الوجود، ومن خلال دقاتها سمعت صوتا يردد: الموت حق، لست أخشى الردى، وإنما أخشى فوات الأوان. أجل، أخشى فوات الأوان. فلم نبكي الحياة ما دام الرحيل هو الهدف وهو الغاية؟ أليس موعدي مع الموت جزءا من موعدي مع الحياة؟ وفجأة تذكرت أحمد، وأدركت أنه سيعيش عبدا لآلامه وحبه لي من بعدي، فماذا أفعل لأنقذه؟ ووالدي المسكين، أي ألم سيقاسي حتى أموت؟ إن علي واجبا مقدسا نحوه. ولاح فكر جديد، ووضح لي واجبي كما وضح النهار من سواد الليل. صباح الخير يا ست أمال. صباح الخير يا صابر. صبحا بدري النهارده ما شاء الله، احسن، ما فيش احسن من النوم بدري والصحو بدري. تسمحي انا ياما لمحتك من بعيد، قلت احلى ورده في الجنينه عشان ست أمال. تسلم ايدك يا صابر. تسلم انت يا ست الكل. اقول لزهره تحضر لك الفطور. قول لي يا صابر. نعم يا ست هانم. زهرة عزيزة عليك؟ عزيزه علي؟ دي زهره شجره ومزروعه جوه قلبي. يعني تزعل لو ايه يا ست هانم؟ لو بعدت عنك، سافرت، اشتغلت في بيت تاني يعني. كيف يا ست هانم؟ ده انا من غير زهره حمار، من غير بردعه، غلق من غير ودان. الجرس اما اشوف مين. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا صابر. الست امال صاحيه من بدري، متوعدين اياك. صباح الخير يا امال. صباح الخير. قدامي دقيقتين بس. لسه بدري على ميعاد الكليه. اصل النهارده عندنا اجتماع اساتذه، وقلت ما دام البيت في السكه فوت اطمن عليكي بعد سهره امبارح. ما كنتش عارف ان هلاقيكي صاحيه. شوف الورده دي، عمرك شفت اجمل منها؟ اجمل ما فيها انها من ايديكي. يا خساره، هتدبل بسرعه. يمكن عشان كده بنحبها، ويمكن ده سر جمالها. صحيح، الواحد مش لازم يطلب من الوردة انها تكون اكتر من ورد، تتولد في ليلة وتعيش يوم. انا ما كنتش عارف ان قلبك فيه الرقة دي كلها. في حاجات كتير في قلبي ما تعرفهاش. ده مش ذنبنا، ده ذنب الايام اللي فرقت بينا. الايام دي هنرجعها كلها، مش ممكن في حاجة هتفرقنا بعد كده ابدا. الدقيقتين خلصوا يا احمد. ده صحيح. اشوفك بخير. شفت دلوقتي ان في حاجات كتير ممكن تفرق بينا.
اللي صحاكي بدري؟ دي مش عادتك ابدا. اصلي اكتشفت حاجة جديدة. حاجة جديدة؟ ايوه، اكتشفت ان الانسان بيضيع نص عمره في النوم، وانه مش لازم ابدا يفوتوا منظر الطبيعة الصبح بدري. كده؟ وانا كمان يا ستي اكتشفت حاجة جديدة. ايه هي؟ اكتشفت اني خلاص زهقت منك. انت؟ مش معقول. والدليل اني هسافر بعد يومين بالطيارة. عندي شوية شغل، الف الدنيا وانبسط واسيبك هنا لوحدك. علي بابا، هتقدر تسافر وتبعد عني؟ ليه لا؟ متأكد؟ طبعا. ومش هتعيط لما اودعك وانت بتركب الطيارة؟ لا، مش هعيط. اهو. مع السلامة يا بابا. الله يسلمك يا بنتي. انت قلت انك مش هتعيط. لا، مش هعيط يا بنتي، مش هعيط. بتفكري في ايه يا امال؟ فكرة قريتها من زمان وجت في بالي دلوقتي. ايه هي؟ ايه الفرق بين السفر والموت؟ مساك يا استاذ. ايه الحكايه يا صابر؟ شويه تفاريح كده. احنا مش هنخلص من التفاريح دي. امال امبارح كان في ايه؟ لا امبارح كانت حفله زفافه على زهره، ده انا زعلان منك قوي اللي ما شرفتناش، لكن حفله الليله من غير مناسبه، خبط لزق كده. انا شايف خلق جديده. مين دول يا صابر؟ اهو كل اللي انقطعت رجلهم عن الدار جم مره واحده زي الجراد. ست امال هي اللي عزمتهم؟ ما خبرش، تلقاهم جو لوحدهم، حاكم دول وش ذلك. طيب متشكر. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امال. ايه المفاجاه الجديده دي؟ شفت؟ مش مفاجأة لطيفة والنبي؟ جدا، بس كنت افضل لو اخدت خبر. لو اديتك خبر ما تبقاش مفاجأة. فاطمة املي الكاسات. لا لا، اعملي معروف احسن بعدين يقع نصها في الارض. الشمبانيا مش بعزاقه، دي حاجه عايزه واحد اكسبير. اظن انت عارف اصحابك، ولا تحب اعرفك بيهم؟ لا مفيش لزوم، انا عارفهم كويس. حصل لي الشرف قبل كده. ادي كاس العروسه، وادي كاس العريس، وادي كاسي انا خدت اخر الازازه، يمكن ربنا يعدلها لنا كمان في صحتك. صحتك؟ احمد مش هتشرب؟ انت عارفه انا ما بشربش خمر. وان حلفتك بحياتي اقول لك ان كاس الشمبانيا ما يستاهلش. حياتك اكرم واغلى. تفتكر؟ انت عارفه انا ما اقولكيش الكلام ده على سبيل المجامله. اسمع يا استاذ، انت تعرف ان امال زي بنتي تمام، وانا ما احبش انك تكسفها. المساله ما فيهاش كسوف، كل ما في الامر ان الخمره بتاذيني. الشمبانيا بتاذي؟ ده الاطفال في اوروبا بيفطموا عليها. لازم الانسان الوسط اللي هو عايش فيه. لو كان رسمي ابني مطرحك اكيد ما كانش يكسفها، كان يراعي خاطرها على الاقل. واكد لك يا هانم ان مراعي خاطرها في اللحظه دي بالذات. ولو كان ليا شرف ان اكون ابنك اكيد كنت عرفت مزايا الشمبانيا. يعني الحق عليا؟ على راي المثل،
ما ينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. احمد مش هتشرب في صحتي؟ اشرب، بس اي حاجه تانية. اعمل لك كوبايه برتقال؟ هاتي له قهوه ساده. تنفعها على روحك ان شاء الله. وين تفرقوا على روحي؟ هنفرق مزة على الغلابه. طب والبقيه دول؟ البقيه؟ البقيه في حياتكم. انت كنت فين من زمان؟ وحشتنا ايامك ولياليكي. ابشروا يا عيال، من هنا ورايح كل ليله بالشكل ده. لكن ما تنفعش من غير طرب. امال اذا ما كانتش فاطمه هتغني يبقى هتفرقوا المزة على روحي ايه؟ لا 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 لا، هو العمر بعزقه. فاطمه والنبي ليالي العمر. امال هتتعززي وحياه ممدوح. ماليش نفس اغني. طب وحياتي انا؟ عايزين فاطمه، عايزين فاطمه، عايزين. هغني عشان خاطركم كلكم. خلاص فاطمه هتغني لكم ليالي العمر معدوده. انا اتعودت اضحك من قلبي. خلي اللي في القلب في القلب. دي كل دقيقه بتفوت ما تتعوضش. هي الدنيا ايه غير ليله وتعدي. امال تقول كده؟ امل عايشه في الدنيا. دنيتنا كانت جنه الاتنين. الجنه من غير ناس ما تنداس. واجمل حاجه فيها حلم وكاس. دي ليالي العمر معدوده يا احمد. حتى اسمع. ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة نصيبها يروح لناس تانية. ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر معدودة. خلصت بسرعة يا خسارة، والكاس فاضي. اديني سجارة. لكن انت ما بتشربيش. من نفسي ولعت. صحيح الدنيا دي خاينة وخدعانة بأمانيها. نهاية ضحكها باينة وبتحاول تخبيها. كفاية شقاها وخدعها. كفاية سيبوني أودعها. كفاية شقاها وخدعها. كفاية سيبوني أودعها. لا عندي أمل تضيعها ولا فيه بخت في الدنيا. ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر معدودة. يا ريت تكرهني قد ما بحبك. الله، حوشي دموعك يا امال. دي مش سيجارة. طب اوعى تحرق صوابعك احسن خلصت خلاص. خلصت خلاص. بيعوها ياللي شارينها وسحراكم لياليها. بيعوها ياللي شارينها وسحراكم لياليها. ده عاش اللي خرج منها ومات اللي فضل فيها. أمانة ياللي تهواني تغيب عني وتنساني. أمانة ياللي تهواني تغيب عني
فاطمة بتغني. تسمحي تقولي لي ايه حكاية الشرب دي؟ شرب؟ أنا ما شربتش غير 5 كاسات بس؟ لكن ده يضرك يا أمال. الشمبانيا تضر العيانين بس. أنا مش خفيت خلاص. نقدر والقدر يضحك ونفرح والزمان سافر. نقدر والقدر يضحك ونفرح والزمان سافر. وبتعجب على أمرك يا طالب عمر للآخر. في دنيا فانية وتحير، لا ترضي كبير ولا صغير. في دنيا فانية وتحير، لا ترضي كبير ولا صغير. لو اللي سابها يتخير ما يرضى يرجع الدنيا. ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر معدودة. حاجة عظيمة قوي. برافو برافو برافو. حلوة قوي يا فاطمة. حاجة حلوة خالص. دكتور ممدوح، ليه عندك رجاء؟ بكل ممنونية يا أمال. أرجوك تنساني شوية صغيرة وتهتم بفاطمة شوية كتير. ده الحب أجمل شيء في الوجود، ليه تضحي بيه؟ والعمر واحد، ليه تشيل همه؟ بتقول ايه يا أمال؟ ما بقولش حاجة. سكران يا فندم فين؟ نعم، انا بدي افهم الدكتور ممدوح خاطب انهي واحده فيهم؟ امال ولا فاطمه؟ والله يعني بقى انا يعني مش خبير في علم المثلثات. أمال، وبعدين معاك، تعالى معايا. فاطمه، تسمحي يكون لك الشرف وترقصي معاه؟ تسمح تتركن انت على جنب؟ فاطمة، اتفضلي استلمي خطيبك وخلصيني منه بقى. انا عندي ضيوف كتير خالص. انتوا ما تعرفوش بقى؟ الدكتور ممدوح خطيبك، الانسة فاطمة خطيبتك. تشرفني. اتلهي انت وتعالى معايا بس. انت كمان بتشتميني، انت ما تعرفيش انا مين انا؟ عارفة انت مين؟ سكرانة فند تينا وهترقص مع سكرانة هانم تينا. تعالى نروح الفرندا نمضي المعاهدة. رسمي؟ اي هات ازازة ويسكي وتلج وسودا وحصلونا على التراس. وماشي يا رسمي. مش مودياني ازاي؟ احنا لسه ما رقصناش يا امال اهو. هنرقص دلوقتي حالا، استنى بس. يلا بينا بقى نرقص. نرقص. يلا. يا دكتور ممدوح، إذا كان وراك حاجة أهم اتفضل. قصدك ايه يا فاطمة؟ ما تغصبش نفسك على حاجة مالكش رغبة فيها. فاطمة أرجوكي، أنا مش عارف أقول لك إيه. أقول لك أنا غصبتك وخليتك تخطبني غصب عنك. دلوقتي أنا بحلك من وعدك. فاطمة، أنا بحبك يا فاطمة. ما كنتش أفتكر إنك طفلة صغيرة للدرجة دي. طفلة صغيرة لو صدق كلامك. أنا عارفة كل حاجة، لولا وعدي للدكتور علي ما كنتش قعدت دقيقة واحدة في البيت. فاطمة، فاطمة، فين الويسكي؟ الويسكي يا جدع الويسكي. الويسكي. ايوه جاي. حضرات السكرانين المحترمين وحضرات الفايقين الغير محترمين، يشكركم يا حضرات السكرانين. الإزازة دي عمرها قصير قوي. مسكينة.
دلوقتي هتشربوا ويسكي كلكم. افتحوا بقكم. أمال، في إيه يا أمال؟ لا مؤاخذة يا جماعة، أصلي سكرت شوية. تبقي نقعدتي معاك. أيوة أصلي تعبانة قوي. نعمل هدنة لغاية بكرة. لا عشان خاطري بكرة هعزمكم كلكم في كازينو مونte كارلو. كوباية مية من فضلك يا دكتور. ايه الحكاية يا أمل؟ الدنيا بخير يا ممدوح، مادام فيها إنسان زيك. أرجوكي ما تتهربيش من سؤالي. أقدر أفهم إيه اللي بتعمليه ده وغرضك من كده إيه؟ هيكون إيه؟ حفلة زي ما أنت شايف. وأحمد فين أمال؟ كان هنا، ما غابش عن عيني لحظة. تفتكر إنه يوافقك على اللي بتعمليه ده؟ ما سألتوش عشان أقولك. أمال، اللي بيكلمك دلوقتي ممدوح مش الدكتور ممدوح. أنا ملاحظ إن تصرفاتك اليومين دول غريبة، خصوصا بالنسبة لأحمد. أقدر أفهم تقصدي من كده إيه؟ جاوبني وأنا أقولك. فاضل لي قد إيه يا دكتور؟ كام شهر؟ وكام يوم؟ وكام ساعة؟ ما بتردش ليه؟ خايف تكون الصدمة أقوى من شجاعتي، ولا صعبان عليك قلبي؟ اطمن، أنا عرفت كل حاجة، واديك زي ما انت شايف ما متش من الصدمة. أمال، مش دي الحقيقة؟ مش ده السر اللي خلى بابا يقدم ميعاد الفرح ويسافر بعد كده؟ انت نفسك أجلت جوازك ليه؟ مش ده المانع اللي ما كنتش قادر تواجهني بيه؟ دلوقتي أنا عرفت كل حاجة ومش خايفة. مش خايفة على نفسي، لكن خايفة على أحمد. خايفة على أحمد؟ انت عارف قد ايه هو بيحبني. حبه ده هو اللي مخوفني. ذنبه ايه يعيش من بعدي وحيد يائس؟ ليه يربط مصيره بمصيري؟ عشان يعيش سعيد لازم اموت حبه قبل. أمال، ما تقوليش كده يا أمال. ممدوح، انت تعرف يعني ايه معنى الحب، وفي ايدك انك تساعدني. اوعدني بشرفك انك ما تقولش لأحمد حاجة. أوعدك يا أمال، لكن ما اضمنش. عم حمزة مش كده؟ أيوه، أنت عارفة عم حمزة يعزك قد بنته تمام، ومش هتخيل عليه لعبتك. وأحمد قريبه مش بعيد يصارحه بالحقيقة. انت تقدر تخليه في صفنا، تقدر تخليه يساعدنا. ده راجل قلبه كبير وهيفهم غرضي ايه. لكن اللي ما تعرفيش يا أمال إن عم حمزة ما قبلش كلمة الطب قضية مسلمة. ده راجل إيمانه فوق العلم. إذا صدق الإيمان هحلكم من وعدكم. أنا ساعتها هطلب منكم تقولوا الحقيقة وترجعوا لي أحمد. أوعدني، أنا دلوقتي بكلم ممدوح مش الدكتور ممدوح. أرجوك. أوعدك يا أمال. كتر خيرك، تصبح على خير. وأنت من أهله. يا خسارة، مش قادرة أقولك عمري ما هنسى جميلك.
بقول يا رب القاكي صحي. ليه؟ في حاجة؟ أيوة، مسألة كنت عايزة أخد رأيك فيها. أنا كمان كنت مستنياكي. ليه؟ عايزة أسألك سؤال، بس جاوبيني بصراحة. طبعا يا فاطمة. أنت بتحبي أحمد؟ يعني ما بترديش؟ فكرك هيفضل مستحمل لحد امتى؟ مستحمل ايه؟ معاملتك الشاذة له، ما بقيتيش تعملي حسابه في حاجة ابدا، كأنه مش خطيبك. انت صحيح بتحبيه؟ اقول لك الحق، كان متهيألي اني بحبه، وبتقوليها كده بمنتهى السهولة. اعمل ايه؟ قلبي خدعني، ضحك عليا. فاكرة مش قلتلك مرة انه مش ناوي حتى يقطع تذكرة ترسه في القشاش؟ اهو كلامي طلع مظبوط. وما دام انت عارفة كده، ليه خليتيه يحبك؟ ليه خليتيه يعتقد في يوم من الايام انك مثله الاعلى؟ ما كنتش اعرف ايه اللي في قلبي. يبقى عمرك ما حبيتيه؟ يمكن. مش يمكن، ده اكيد. الحب مش كده ابدا، الحب تضحية قبل كل شيء. صحيح يا فاطمة. يعني لو تعرفي ان سعادة ممدوح في انه ينساكي، تضحي بيه وتعيشي سعيدة. طبعا. دي الحاجة اللي كنت عايزة اسألك عليها. دلوقتي انا استريحت. لا استريحت، اديني طمنت. مين؟ دكتور ممدوح؟ ست فاطمة أيوة موجودة. صاحية من نجمة يا عيني. حالا أندهالك. ست فاطمة، ست فاطمة، ست فاطمة. في ايه يا زهر؟ تعالي كلمي. كلم مين؟ الدكتور ممدوح بيسأل عليكي. بيسأل عليا انا؟ امال يعني عليا أنا؟ قولي له مش موجودة. ردي عليه والنبي. هي كلمة واحدة، قلت لك قولي له مش موجودة. حاضر. الست بتقول لحضرتك مش موجودة. يا طعن. لا 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 لا، عايزة تقول لحضرتك إنها ما هياش موجودة. يا برضه لا. مفهوم مفهوم. أشكرك يا زهرة. ادخل. أحمد. صباح الخير يا ممدوح. صباح الخير يا أحمد. قول لي يا ممدوح، ما تعرفش عم حمزة لاقيه فين؟ والله هو كان هنا لحد امبارح وسافر العزبة. أنت عايزه في حاجة ضروري؟ أيوه، حاجة مهمة جدا وما بقتش تستحمل تأكيد. للدرجة دي؟ أيوه. أقدر أعرفها؟ والله أنت مش غريب يا ممدوح، وأصرح لك بكل حاجة. أمال أحوالها مش عجباني. ليه لا سمح الله؟ أنا نفسي مش عارف، بتهيألي في حاجة غيرتها مرة واحدة، سر مش فاهمه، مش لاقي له أي تعليل. تقصد إيه؟ أظن أنت ملاحظ كل حاجة، سهرات وحفلات كأن ملهاش بيت. لكن ده شيء مش جديد عليها. شيء مش جديد عليها؟ طبعا. أمال طول عمرها كده، طريقة عيشتها كده. أنا شخصيا كنت معتقد إنك عارف وفاهم كل حاجة. غريبة، لما رجعت من أوروبا ظهرت لي بمظهر خلاف كده خالص. أحمد، إحنا زي الإخوات، وأنا شايف إنك متضايق شوية، علشان كده لازم أصارحك بالحقيقة كلها. من الأفضل علشان سعادتكم انتوا الاتنين إنك تعرف من هنا ورايح اللي لك واللي عليك. أمال بنت زوات، طول عمرها عايشة في الوسط اللي له نظرياته وآراءه اللي تختلف عن الحياة كلها، وفوق كده متدلعة. أبوها ما يرفض لهاش طلب أبدا، وهي تنتظر منك طبعا إنك تجاري الوسط اللي هي عايشة فيه. الكلام ده أنا سمعته قبل كده. هي اللي قالته لك؟ لا، من رسمية هانم. صدقت بقى؟ وإذا ما قبلتش الأوضاع دي كلها؟ ضروري يا أحمد، وإلا إيه يا ممدوح؟ اسمع، وأنا صغير انضربت مرة بالكرباج، مرة واحدة، لكن مش هنضرب تاني.
امال موجوده؟ خرجت يا سيدي. خرجت من دلوقت والساعه لسه 7:30. جم خدوها ال40 حرامي تتعشى وتسهر زي عوايدها. انت فين يا علي بابا؟ طيب يا زهره. احمد، اسمح لي، عاوزه اكلمك كلمتين. ايوه يا فاطمه. اسمع يا احمد، مش هين عليا ابقى شايفه اللي شايفاه وما اقولكش. احمد، انت احسن لك تبعد عن طريق امل. ليه يا فاطمه؟ امل ما بتحبكش. سامحني يا احمد، ما كنتش اتمنى اقول الكلمه دي ابدا، لكن انت اخويا، ما احبش حد يهين كرامتك. انا عارف يا فاطمه وشايف، وعشان كده كنت جاي هنا عشان اصفي الموقف اللي بيني وبينها. على كل حال انا مش عارف اشكرك ازاي، انت والدكتور ممدوح. ممدوح؟ ايوه، كنت عنده فتح عيني على حاجات كتير، من رايه هو كمان ان اصرف نظر عنها. بتعيطي ليه يا فاطمه؟ لو تعرف هو قال لك كده ليه؟ ليه؟ علشان بيحبوا بعض. بتقول ايه يا فاطمه؟ ايوه، كل يوم بيتكلموا في التليفون وبيتقابلوا سوا من ورايا، دايما شايفاهم مع بعض. وايه اللي كان مسكتك لحد دلوقتي؟ افضلهم عليا، مش ممكن انساها. مش عايزه اعمل لهم فضيحه وانا واكله عيشهم وملحهم. اشتروني بالمعروف زي ما اشتروك انت بالفلوس. فلوس؟ فلوس ايه يا فاطمه؟ الفلوس اللي كان بيبعتها لك بابا وانت بره، كان بياخدها من الدكتور علي. احمد، احمد، الليلة دي مش جاي لي نوم ابدا. لا يا امال، لما تستريحي في سريرك هتنامي على طول. انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه يا ممدوح. احمد، ايوه احمد. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ السؤال ده يصح توجهيه للدكتور اللي اتكشف ستره وسترك. انا مش مغفل للدرجه دي يا امال. انا فعلا ما كنتش ناوي اخش البيت ده، لكن مع الاسف ما اقدرش ادور عليكي بين الصالات والكباريهات. انا حرة. فعلا انت حره وانا حر. قدرت تهدمي في كام يوم حب ما قدرتش عليه السنين. وجاية حضرتك نص الليل عشان تسمعني الكلمة دي؟ لا ابدا، في حسبه صغيره، دين بسيط لازم اوفيه. اتفضلي اشتروا بيها كرابيج للي يحبوكم، وقولوا للدكتور علي بقينا خالصين. امال، خلاص يا ممدوح، الحياة والموت دلوقتي بالنسبة لي سيان. لكن اللي صعبان عليا انت. انا سلمت معايا وفاطمة دلوقتي بس عرفت ليه كانت بتسألني الأسئلة دي كلها. ضحيت بيها وكنت تقدر تقول لا، كنت تقدر تبرأ نفسك بكلمة واحدة، كنت تقدر تقول لها ليه جوازكوا اتأجل 6 أشهر عشان أمل هتموت بعد 6 أشهر. يا حبيبتي يا فاطمة مسكينة، سلامتي معايا. سامحيني يا أمل، يا ريت ظنوني كانت في محلها ولا أعيش وأسمع اللي سمعته. ما تقوليش كده يا فاطمة، إن كنت بتعزيني صحيح لازم تفهمي إن ممدوح أنبل إنسان في الدنيا. ممدوح، سامحني يا ممدوح. مساء الخير يا جماعة. عم حمزة، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا عم حمزة. طمنيني يا بنتي، ايه اللي سمعته من ممدوح ده؟ اللي سمعته صحيح يا عم حمزة، أنا عارفة كل حاجة، عارفة إن أيامي في الدنيا معدودة. ربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي يعرف عددها.
ومين يا بنتي أيامه في الدنيا مش معدودة. أنا مش خايفة من حاجة، وما كانش في داعي تتعب نفسك وتيجي من العزبة نص الليل عشان أنا مش جاي عشان كده. أنا راجل علمي على قدي ومعرفش في المستقبل إلا إنه بيد الله. أنا اللي جابني التلغراف ده. تلغراف؟ أيوة، تلغراف من الدكتور علي. أصل الليلة الخميس الساعة 1 صباحا لمطار القاهرة الدولي علي صفر. بابا، الساعة 12 وربع، يا دوب توصلوا المطار. وانتي مش هتيجي معانا؟ لا، أنا تعبانة شوية، وما أحبش إن بابا أول ما يجي يلاقيني في الحالة دي. قبل ما يجي يكون أنا استريحت شوية. اللي تشوفيه يا بنتي وهي فاطمة معاكي. اتفضل يا دكتور ممدوح. عم حمزة. ممدوح. خير يا بنتي؟ نسيت حاجة، عاوزاكم توصلوا دول لبابا. واحدة على الخد الشمال، واحدة على الخد اليمين، كأني تمام رحت أقابله هناك. أمل، تعال استريح شوية في السرير. لو عيطت هخصك. خلاص مش هعيط تاني. اوعي تقولي لأحمد حاجة من اللي سمعتيها. اوعديني، اوعدك. في حاجة هطلبها منك. اللي تطلبيه يا أبا. في أول كل ربيع اطفي أجمل وردة في الجنينة، وروحي هناك في البحر، في أجمل حتة خلقها ربنا، الحتة اللي حبيناها سوا واتفسحنا فيها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني. ده ميعاد يا فاطمة، هكون مستنياكي. اوعديني يا فاطمة، في أول كل ربيع. اوعدك. حبيبي علي بابا، ما تحاولش تدور عليا وسامحني. كنت اتمنى اشوفك لاخر مرة، لكن خايفة تخني شجاعتي. مش عاوزك ترجع للعذاب اللي قسيته قبل سفرك. مش عايزة اشوفك بتموت في كل دقيقة عشان خاطري. مش هودعك يا بابا، عشان ما فيش حاجة تقدر تفرق بينا حتى الموت. محتاجة لكل شجاعتي عشان أهرب منهم.
وأنفذ اللي صممت عليه. صحيح إنهم هيتألموا، لكن عذاب ساعة ولا كل ساعة. يا بخت اللي ماتوا قبل ما يتمنوا إنهم يموتوا. الموت هو الراحة الوحيدة. ولما وصلت الفيلا في اسكندرية اطمنت إنهم مش هيقدروا يحصلوني في رحلة الموت. أنا طلبت البيت في مصر من سنة ولا من ساعة. ليه الطلب اتأخر كده؟ نفسي أكلم بابا لآخر مرة وأودعه. الو. ايوه. الو. علي بابا، الحمد لله على السلامة يا بابا. بنتي حبيبتي، ايه اللي كتبتيه في الجواب ده يا امال؟ كده تحرميني اني اشوفك بعد الغيبة الطويلة دي. غصب عني، غصب عني يا بابا. انا كل اللي فاضل لي اسمع صوتك. ما تقوليش كده يا امال، ارحميني يا بنتي وارحمي نفسك. في حاجة مهمة عاوز اقولها لك. لأول مرة العملية نجحت في ألمانيا، والدكتور اللي قام بيها جبته معايا. كفاية يا بابا كفاية. أنا كل أمل جديد بيموتني من جديد. ما أقدرش أعيش بالأمل. أمال صدقيني يا بنتي، حرام عليك. أمال بنتي، أمال. مسكين يا بابا، مش هين عليا أسيبك، لكن أعمل إيه؟ على كل حال كنا هنفترق عن بعض. مكتوب لك تحزن عليا. وانت يا أحمد، أتمنى لك تلاقي السعادة اللي ما قدرتش أنا أديها لك، ويمكن معادي مع الموت يكون معادك انت مع الحياة. بسرعة بسرعة يا ممدوح، اعمل معروف. يا ترى هي تكون فين دلوقتي؟ علمك يا ابني، هندور عليها في كل حتة. الحتة اللي حبيناها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني. ده معادي يا فاطمة، هكون مستنياكي. ممدوح بلاش تروح على الفيلا، حاول يمينك على البحر على طول. بنتي يا حبيبتي يا بنتي. أمال 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 يا بنتي، بنتي يا حبيبتي. أمان حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. النبض ضعيف، في أمل. يا ما انت كريم يا حمزة، اتصلوا حالا بالمستشفى في مصر، خليهم يحضروا اوضه العمليات، واتصلوا بالدكتور الالماني في سيمراميس. اوام يا حمزة. قول لي يا ممدوح،
الحكيم الألماني كان بيقول إيه للدكتور علي؟ كان بيقول له إنه مستعد لآخر لحظة يحله من وعده. صحيح العملية دي نجحت قبل كده مرة، يمكن تنجح المرة دي كمان، لكن مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ المهم إنه يكون عندها هي الرغبة إنها تعيش. إذا قدرت تقاوم لغاية الربيع يكون ربنا كتب لها عمر جديد. ادعي لها يا بنت تعيش لحد الربيع. النهارده أول يوم في الربيع وجاي متأخر. حجتي معايا، كنت بجيب لك أول وردة فتحها الربيع. أمان